حطي المية على بواقي العيش وتعالي نشوف هنعمل ايه بالعيش المبلول. هنملى البيت بالخير وهتوفري كتير جدا، فكرة جامدة جدا للتوفير، وكمان هتحتاجيها في تفريزات رمضان اللي جاية عليكي علشان خاطر تملي بيتك بالخير. تعالي كده هاتي كده اي بواقي عيش عندك او حتى رغيف عيش عادي، وبلي منه جزء او بليه كله على حسب الكمية اللي هتعمليها. انا هقول الكميات اللي هعملها النهاردة وهعمل بيه ايه، وانتي شوفي عايزة تزودي عايزة تنقصي براحتك. زي ما انت شايفة كده شوية بواقي عيش، بس عيش نضيفه كويس، مش عيش يبقى بايظ ولا حاجة. وهتبليه كده بشوية مية عادية جدا من الحنفية، وهتسيبيه بس شوية صغيرين. وبعد كده هنرجع زي ما شفتي كده بقى مبلول العيش، المية ما تبقاش سخنة علشان ما يبقاش عامل زي العجين، احنا عايزينه مفرول كده. فصفيته كويس جدا بايدي او بالمصفى وفروليه كده حاجة بسيطة. وهاتي كده بقى بولة من عندك او كيس زي ما انت شايفة كده، وحطي عليه بصلاية مفرومة كويس، وهنحط عليه كده عودين بقدونس مفرومين كويس. لو عندك ما عندكيش ممكن تستغني عنه. وهنجيب كده اللحمة المفرومة، وتعالي نشوف من كمية صغيرة جدا هنعمل قد ايه. دي يعني ايه، قولي ربع كيلو او يعني بالظبط 300 جرام. حطيت نصها يعني ده 150 جرام، يعني كده زي ما يكون 8 كيلو، اقل بكتير من الربع كيلو. تعالي نشوف الكمية اللي اقل بكتير من الربع كيلو هنطلع منها وجبة غدا. وتعالي نشوف الكمية هتبقى قد ايه. عشان كده بقولك بلي بواقي العيش واملي بيتك بالخير ووفري فلوسك. بصي في مقطع كده اتقطع مني يعني ما اتشال غصب عني، كنت حاطه فيه شويه ملح صغيرين شويه فلفل اسود وبهارات كفته. تمام، اظن كده احنا هنعمل ايه. ممكن تقلبيهم كده في الكيس وتشيليهم كده لو انت مستعجله زي ما هما وانت بتفرزي، وممكن تصبعيهم وتشيليهم كده متفرزين، وممكن تسويهم على طول. تمام. انا زي ما قلت لك المقطع اللي اتشال ده انا حطيت فيه نص كيس الكفته ده ورشه ملح خفيفه، وتاخدي بالك لان هي بتبقى متبهره بيبقى يعني فيها الملح بتاعها. وحطيت رشه فلفل اسود بسيطه. واهم حاجه تبقى متقلبه كويس في بعضها كده ومعجونه كويس، عشان كده عملتها في الكيس بتبقى الانسجه بتاعتها كلها متداخله. وما تجريش بقى الفيديو ولا تخرجي منه بعد ما تخلصي الفكره دي، لان الفكره اللي بعديها اجمد منها بكتير. ومن القطع الصغيره اللي شفتيها دي اللي هي حوالي 8 كيلو هنعمل غدا يومين، يومين اتنين بفكرة بسيطة. وهتشوفي الفكرة في الآخر، بس كملي معايا الفكرة دي الأول ونشوف الفكرة التانية. هنحط كده شوية زيت وعليه شوية مثلا بابريكا، لو عندك ما عندكيش مفيش مشكلة. خلاص انا بوريكم نوع الزيت ده، بقولك يعني ده مش بيطير بسرعة، يعني في انواع كتير في السوق موجودة هي بتطير بسرعة جدا لما بتيجي تقلي فيها. كده انا صبعته على المقوار. عندك عصيان الشيش ماشي، المقوار ماشي، ظهر معلقة ماشي، اللي عندك. تمام. هنشوف بقى مع بعض الكمية اللي هتطلع قد ايه. زي ما شفتي كده من 8 كيلو يعني اقل من ربع كيلو بكتير. كانوا يعني 150 جرام، يعني ازيد من 8 بشوية صغيرين. عملوا الكمية اللي شفتيها دي جنب شوية بقى رز، جنب شوية مكرونة، جنب شوية بطاطس محمرة. بتبقى غدوة حلوة وبتبقي محرمتيش ولادك. الدنيا بتغلى فاحنا لازم نضاعف كل حاجة كنا بنجيبها وكنا بنعملها. والكفتة دي ممكن كمان تتعمل بالبطاطس، انا جربتها بالبطاطس قبل كده بتبقى حلوة، بس ما بتتعملش صوابع وتتحط في الفرن. مش هيعجبك السوا بتاعها قوي، يعني هي بتستوي وبتبقى كويسة، بس يعني ايه لما بتتعمل كده مدورة في الطاسة اسمها كفتة الطاسة او اسمها الكفتة الموفرة. بيبقى بدل العيش دوت بطاطس، وبرضه بتتعمل كده بطريقة وبمكونات وبتستوي كده على البوتاجاز. هنبقى نعملها مع بعض كده في مرة، هي برضه موفرة جدا وبترمي معاكي كمية حلوة. هنعمل مع بعض أفكار كتير للتوفير، مش للتوفير في الأكل وبس، أنا أحب التوفير جدا في الوقت وفي التنظيفات وفي الحاجات اللي زي دي. الأفكار اللي بتوفر دي بتفرق جدا معانا. فتعالي بقى هندخلها كده في الفرن يعني 10 دقايق، وقلبيها على الناحية التانية عشان هتلاقيها خدت لون من فوق ومن تحت، عشان بخار المية تبقى لسه مخدتش لون. تمام. انا حطيت فيها ميه سخنه زي ما شفتي كده. خلي بالك من الخطوه دي، انا بحطها غالبا وانا هي في الصينيه في الفرن عشان ما اشيلهاش بالميه السخنه، بس انا حبيت اوريكي يعني قدام الكاميرا. انت بقى بيعمليها في الفرن على طول، وممكن تحطي ميه عاديه انا بس عشان تنجز معايا في وقت التسويه. تمام. حطي بقى كده العيش الشامي زي ما انت شايفاه كده، او العيش البلدي الصغير بتاع الحواوشي ده، فينو اللي انت تحبيه، خاصك بقى سلطه الطحينه، خيارك، طماطماتك، شهيصي نفسك. كانت عشوة حلوة جدا من حلاوتها كانوا عايزين تاني. تعالي نشوف الفكرة التانية.
لو عندك بطاطس مسلوقة وفلفل رومي يبقى هتملي بيتك بالخير. تعالي هنعمل كده بيهم فكرة جامدة جدا، توفير التوفير، وهتنفعك برضو في تفريزات رمضان. هتجيبي كده الكبة او مبشرة البصل او حتى بالسكينة العادية ان شاء الله بالمخرطة. المهم هتخرطي لنا الفلفل ده يبقى قطع صغيرة، مش هنحط المكونات كلها على بعض، لازم الفلفل يبقى متقطع كويس الاول، تمام، باي حاجة. وتقدري تحطي 3 فلفلات كمان زي ما انت شايفة، بعد ما بيتفرموا بيبقوا حبة صغيرين. يعني في الخلطة دي او في الحاجة اللي هنعملها دي ممكن نحط 3 فلفلات، مفيش مشكلة، انا حطيت 2. ودي بطاطساية كده مسلوقة كبيرة، تمام. هما يعني ايه، يا تحطي واحدة كده مسلوقة كبيرة يا 2 متوسطين، انا كنت حاطة كده 2 متوسطين، تمام. بعد ما كده حطينا الفلفل وحطينا البطاطس، هنحط كده قطعة اللحمة اللي اتبقت معانا دي، كانت 300 جرام، خدت نصها عملت بيها الفكرة الأولانية. اللي ما شافهاش بقى وجرى يرجع يشوفها، وهنعمل بيها الفكرة التانية معايا كده في الكبة. 150 جرام لحمة، يعني حوالي 8 كيلو وحاجة بسيطة، وبصلة مفرومة، وبطاطساية مسلوقة، بس بطاطساية كبيرة أو 2 متوسطين، وقطعتين فلفل أو 3. هحط كده رشة ملح، رشة فلفل أسود، بهارات لحمة بس. ما عندكيش بهارات لحمة وعندك أكياس من دي مثلا بهارات كفتة تمشي، لكن في بهارات لحمة مفيش مشكلة. وساعة السوا نحط رشة جوز الطيب، بتديها طعم تاني خالص وتديها في حتة تانية. وهنشوف وهقول لكم برضو السوا بتاعتها بتبقى ازاي. انا كنت عملتها قبل كده بس من غير البطاطس، بس بما ان الدنيا غليت مضطرين نعمل ايه، افكار فيها توفير. بصوا الفلفل ما بيتضربش لو اتحط مع بقية المكونات. كنت حاطة قطع فلفل احمر صغيرة كده، لقيتها حطيتها ما اتضربتش معاهم خالص، وفي الاخر شلتها. انا كده في وسط ما انا بتكلم حطيت معلقتين بقسماط، ودول اساسيين عشان يمسكها شوية، علشان خاطر البطاطس بتخليها طرية. هنسيبها بقى تشمع شوية كده في التلاجة، وبعد كده هنبدأ نشكلها وهنشوف هنعمل منها ايه. احنا الفكرة الأولانية عملناها كفتة، الفكرة دي مش هنعملها كفتة، هنعملها حاجة تانية خالص. هترمي معاكي كمان أكل يومين، وهتشوفي الكمية اللي هتطلع منها. وعلى حسب عدد أسرتك برضو، يعني أنا يعني وجهة نظري في الكمية اللي طلعت كده، انتي على حسب عدد أسرتك، تمام. بنقطة زيت برضو هتعمليها كور كور كده زي ما انتي شفتي. وانا هشيلها مش هسويها دلوقتي، لكن انا سويتها قبل كده وعملت الطريقه دي قبل كده بس من غير بطاطس زي ما قلت لكم. هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي بيبقى بالسهم اللي تحت، او في اخر الفيديو، لو اللي حابب يشوف طريقه التسويه من اولها لاخرها. زي ما انت شايفه كده، يعني ما شاء الله عملت كميه كبيره، ده طبق وده طبق اكبر منه. يعني ممكن اكله تكفيك يومين على شويه بقى مكرونه سباكيتي، بتبقى تحفة. شوية رز براحتك مفيش مشكلة، ممكن مرة تعمليها بمكرونة، مرة تحطيها في وسط صينية بطاطس جنب شوية رز، يعني شكليها انت بقى زي ما انت عايزة. انا عملتها الأكلة دي كده مرة وكده مرة، والاتنين كانوا أحلى من بعض، وعملتهم على القناة، واسيب لكم برضو الفيديوهات تحت عشان تشوفي طريقة التسوية. بس هي العموم يعني لما تيجي تسويها بالصلصة عادي جنب شوية مكرونة، بتشوحي الكور دي كده في شوية زيت صغيرين، يعني تاخد لون كده وتمسك نفسها، بعد كده تنزلي بيها في صلصة عادية من غير بصلة ولا توم ولا أي حاجة، وتستوي معاها. وزي ما قلتلك رشة جوز الطيب على رشة من بهارات اللحمة، وظبطي بقى الملح والفلفل بتوعك. دي الكفتة اللي عملناها في أول الفيديو. كده عندنا فكرتين، الكفتة والكور، من حوالي 300 جرام لحمة، يعني ربع كيلو كده و50 جرام زيادة. دي الكمية بالظبط، انت بقى اعملي الكمية اللي تناسب أسرتك. زي ما قلت لك الافكار دي هتبقى حلوه جدا في تفريزات رمضان، عشان يبقى بيتك مليان بالخير طول شهر رمضان، وتاكلي ولادك لحوم وما تحرمهمش. يا رب يكون الافكار عجبتكم، يتمنى ما كنتش طولت عليكم في الفيديو، وانتظروا افكار كتير للتوفير في حاجات كتير، في الوقت وفي المجهود وفي الترويق وفي الاكل وفي كل حاجه. انا بحب توفير كل شيء. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه ولايك بقى عشان يوصل لكل اخواتك اللي يهمهم الافكار دي.